كمان بنتكلم عن اسعار بتعتبر مناسبه بالنسبه للمستوى الداخلي هنا. كمان وانت قاعد هنا في المطار في واي فاي المفترض ان هو مجاني يعني. فطرنا خلاص وصلينا المغرب في المصليات اللي بتكون موجوده هنا داخل الصالات المختلفه. احنا بنتكلم عن ايه 320 ان طياره بتتكون من 3 صفوف في اليمين و3 صفوف في الشمال. كفايه كمان رحله زي كده لما انت تبقى واخدها في الطياره مش في الباص ان يبقى عندك حمام زي كده تقدر تستخدمه براحتك يعني. اهلا بيكم في مدينه رسول الله. خلاص احنا وصلنا داخلين على الفندق ان شاء الله. مصر كلها وجود شبكه طيران داخليه ما بتعتبرش حاجه رفاهيه، خاصه لما بنتكلم عن دوله زي السعوديه بالمساحه بتاعتها ديت. احنا هنا بنتكلم عن عدد رحلات بيعتبر كبير، بنتكلم عن كل ساعه تقريبا في رحله من شركه مختلفه. كمان بنتكلم عن اسعار بتعتبر مناسبه بالنسبه للمستوى الداخلي هنا. بنتكلم عن اسعار رحلات في رينج ال 200 او ال 300 ريال، واللي بيعتبر كويس جدا. زي ما انتم شايفين وصلنا المطار في خلال دقائق قليله كنا داخلين جوه وعملنا تشيك ان وسلمنا الشنطه اللي المفترض ان احنا نسلمها ليهم يعني، وباقي الشنط المفترض ان هي معانا. بعدها دخلنا على مرحله التفتيش الوحيده اللي بتكون موجوده في المطار هنا. التفتيش برده ما كانتش دقائق قليله، ما كانش فيه اي زحمه عليه خالص. مستوى المطار بيعتبر رائع جدا. من 6 أو 7 سنين كنت طاير من فوق مطار جده وكنت شايف المطار الجديد ده وهم كانوا لسه بيعملوه. وطبعا السنين اللي فاتت مجرد ما بنيجي كنا بنعدي بس على الصالات بتاعه الوصول مش الصاله بتاعه المغادره اللي انا شايف المستوى بتاعها كويس جدا. عدينا مرحله التفتيش خلاص ووصلنا لمنطقه المطاعم اللي موجوده هنا. انسب مطعم نقعد نفطر عنده هو مطعم البيك اللي احنا موجودين فيه دوت. خلاص فاضل تقريبا ساعه الا ربع على الفطار، فخلونا نشوف هناكل عنده ايه ونكمل بقى رحلتنا ان شاء الله للمدينه المنوره مدينه رسول الله. انك تقعد تفكر في التطور اللي وصلنا ليه من بعد ما كانت الرحله دي بتاخد وقت طويل جدا. النهارده احنا بنتكلم عن رحله ما اعتقدش ان هي هتكمل النص ساعه زي ما هتشوفوا معانا كده في الرحله النهارده باذن الله. كمان وانت قاعد هنا في المطار في واي فاي المفترض ان هو مجاني يعني زي اي مطار دلوقتي موجود في الخليج او حتى خارج الخليج. خلينا نشوف السرعه بتاعه الانترنت عامله كام. شايفين كده بنتكلم في سرعه تعتبر معقوله جدا، بالذات كمان سرعه الداونلود وسرعه الابلود يمكن دي تهمنا بشكل اساسي. فاضل دقيقة على الفطار، خلونا نبدأ نطلب الوجبات بتاعتنا هنا من البيت. ثلاثة المسافرين على الله أكبر. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فطرنا خلاص وصلينا المغرب في المصليات اللي بتكون موجوده هنا داخل الصالات المختلفه. المطار باختصار رايق جدا، رايق كروقان وكعدد ناس كمان. عاجبني فكره وجود مسجد جنب كل بوابه، الموضوع بيسهل عمليه الصلاه. الحمد لله صلينا العشاء، هنبدا ان شاء الله ان احنا نركب الطياره حاليا. خليكم معانا.
من خلال بوابة بسم الله الرحمن الرحيم. نتجه لمدينه رسول الله. احنا حاليا في ممر السعاده. خلاص ان شاء الله بعد ما نركب الطياره بدقايق هنكون عند الرسول باذن الله. خليكم معانا وتابعوا معانا باقي الرحله باذن الله. احنا بنتكلم عن ايه 320 ان، فبيكون فيها زي ما انتم شايفين 3 صفوف يمين وثلاث صفوف شمال، وقدام عند الدرجات الاعلى بيكون كرسيين يمين وكرسيين شمال. هنا مفيش شاشه ترفيهيه، احنا بنتكلم في شاشه مشتركه كده بتكون كل مجموعه 5 أو 6 كراسي بتكون موجوده، وبرده الشبابيك اللي موجوده في اي طياره، يعني الموضوع مش مختلف. خلونا نكمل رحلتنا وان شاء الله خلال دقائق هنكون في مدينه الرسول باذن الله. ستقيم بإشارة النبض الأولى في كاس الملصقة في جيب المقعد الذي أمامكم أو بجانبكم. عند جلوسك في أحد الصفوف الموجهة بالدرجة هنا. إذا أردتم أي مساعدة يمكنكم استدعاء أحد ملاحين مقصورة. استعدادا للإقلاع. For your safety and comfort, regulations listed in front of you. Exercise extreme caution. In the event of an emergency, please read the instructions illustrated there. If you need any assistance. احنا بنتكلم عن رحله داخليه، فطبيعي مش هيبقى فيها يعني وجبه زي اي رحله طيران تانية. اللي بيتم توزيعه هو العصير اللي قدامكم دوت. اخترنا عصير برتقال كتغيير يعني، وميه الصغيره ديت. يعني المفترض ان تقريبا ناخد حاجه و20 دقيقه ونبدا نوصل ان شاء الله. خلونا نكمل الرحله ونشوف فعلا مريحه وفرق عن اي حاجه تانية ولا لا. عادة عندنا كده زي ما انتم عارفين، اي طياره احنا بنصورها او بننقلها ليكم طبيعي يعني بيكون جزء مهم من الطياره هو الحمام زي باقي الاجزاء. فخلونا نفرجكم الحمام هنا شكله عامل ازاي والحجم بتاعه اللي هو طبعا يعني صغير يعني عامل ازاي. عندنا هنا زي ما انتم شايفين المنطقه بتاعه الحوض. انا شايف المساحه بتاعتها بتعتبر كويسه جدا يعني. تحكم في الميه من هنا غالبا في تحكم في الميه البارده وهي الميه موجوده. هنا كمان بنلاقي الصابون بتاع الايدين وقعدة التويلت ذات نفسها، والمساحة مش ضخمة لكن برضو معقولة. هنا زي ما انتم شايفين بنلاقي المناديل والانواع المختلفة بتاعتها وبقيت اللي هي الاوراق الصحية والحاجات اللي بتبقى زي كده يعني. اهم حاجة هنا بنلاقي الاوراق اللي هي بتاعت القعدة بحيث ان انت تقدر تستخدمها من غير ما تكون خايف. كفايه كمان رحله زي كده لما انت تبقى واخدها في الطياره مش في الباص، ان بيبقى عندك حمام زي كده تقدر تستخدمه براحتك يعني. ده غير ان مده الرحله بتكون اقصر بكتير، بنتكلم 35 40 دقيقه مش 4 أو 5 ساعات. ما كملناش دقايق وبدأوا قلنا نرجعوا للكاس عشان خلاص الطياره بتهبط. ثلاثين دقيقة بالظبط وكنا واصلين. بنتكلم عن رحلة مريحة جدا مختلفة عن أي وسيلة مواصلات تانية هتجربها وأنت رايح المدينة. فكرة اختصار عدد الساعات الطويلة دي كلها في 30 دقيقة، حتى لو بتقعد قبلها كام ساعة في المطار انت كده كده بتبقى قاعد مرتاح. فالطيران في كل الأحوال هو اللي يكسب يعني. فلما تيجوا تعملوا عمرة أو تيجوا المدينة حاولوا تدوروا على طيران يكون السعر بتاعه كويس جدا. وطبعا يفضل دايما لما انت بتكون مع نفسك مش مع شركة بتعرف تظبط الكلام ده كله.
وصلنا مطار المدينه بالسلامه الحمد لله. يعني خلونا نبدا كده ناخد الشنط ونتحرك على الفندق ونشوف هيكون عامل ازاي، ويمكن نلحق نصلي اي حاجه في الحرم كده باذن الله النهارده يعني، او يمكن كمان نزور الروضه ونسلم على الرسول باذن الله. من اول ما تنزل من الطياره تحس بروحانيه، تحس بشيء. هذا شيء عجيب سبحان الله. هذه بركات الرسول صلى الله عليه وسلم بدعواته له. اهلا بيكم في مدينه رسول الله. خلاص احنا وصلنا داخلين على الفندق ان شاء الله. غالبا حلقه النهارده انتهت، لو نزلنا نعمل اي حاجه النهارده هنكملها في الحلقه بتاعت النهارده. اما الحلقه اللي جايه ان شاء الله استنوها، هتبقى زياره الروضه والمزارات الموجوده هنا في المدينه المنوره، واللي تعتبر من اهم واحلى المزارات اللي ممكن اشوفها. دي واحده من اجمد الاكلات اللي ما تفوتهاش لما تيجي المدينه المنوره هنا، وهي راس الخروف المشوي او المندي اللي هي موجوده ورانا ديت. الشو بيبقى جامد جدا والاكل اجمد واجمد. مصر كلها. ايوه حبيبي الله يكرمك. دعلهم كلهم متابعه واستمرار يا مصر. الله يكرمك يا حبيبي، تسلم الله يكرمك. شكرا. دي واحده من اجمد الاكلات اللي حاول ما تفوتهاش لما تيجي هنا المدينه المنوره، وهي راس الخروف المندي اللي بتكون دايبه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بس تكه كده مهمه جدا، العيش بتاع المدينه ده ابدا احط عليها ليمون كده وكل وادعي لي. مع تمشيه في شوارع المدينه بالليل فقدامك حاجه من الاثنين، يا الشاي الساده البلاك تي او الشاي الكرك اللي يعتبر اشهر حاجه موجوده هنا في الخليج، سواء السعوديه يعني او دبي لو فاكرين يعني. هي اي حاجه بتخلص بسرعه. خلصت رحلتنا هنا في مكه النهارده ان شاء الله. المفترض ان كمان ساعه بالظبط هنصلي صلاه الجمعه هنا في مكه، ودي بتعتبر صلاه الجمعه الوحيده اللي صليناها لان الرحله بتاعتنا مش طويله يعني. وبعد كده ان شاء الله نبدا نتجه على المطار علشان ناخد الطياره اللي هتبدا تودينا على المدينه المنوره ان شاء الله. اسهل وسيله مواصلات تقدر ان انت تروح بيها للمدينه المنوره. طبعا كتير منكم عارف ان في قطار الحرمين، واللي بيعتبر اسهل وسيله دلوقتي واسرع وسيله توصل بيها المدينه يعني. لكن طبعا النهارده هنجرب حاجه مختلفه، وهو الطيران الداخلي اللي هيكون من مطار جده لمطار المدينه. تابعوا معانا باقي اليوم لان اليوم لسه طويل على ما نوصل المدينه ان شاء الله. هذا اللي عند محطة في المهاب